لو في اكلات معينه انت بتاكلها وبتحس بعد كده بتعب في معدتك، لكن انت ما انتش عارف تجيب ايه الاكله دي بالاخص، تعال اقول لك هي ايه. جربوا حاجه بسيطه خالص اسمها elimination diet. ده موضوع الحلقه اللي احنا هنتكلم فيها. ايه هو الاليمينيشن دايت وازاي نقدر نحدد الاكله اللي تعبتك وسط الاكل اللي انت اكلته ده كله. الاليمينيشن دايت ده عباره عن انك تيجي تقعد مع نفسك كده وتقول انا اكلت ايه النهارده اكتر من المره اللي فاتت. في ناس كلت لبن كتير او شربت لبن كتير او منتجاته، في ناس كلت قمح كتير ومنتجاته، في ناس اكلت لحمه كتير ومنتجاتها. هو ده التخصيص الكامل للاكل اللي انت بتاكله. يعني لو جيت النهارده اكلت حاجه معينه اكتر من الايام اللي فاتت، كترت من منتجات الالبان وحسيت بعد كده ان انا تعبت، فلازم تعرف ساعتها ان اللبن هو السبب، هو منتجاته. ناس كتير لحد دلوقتي مش فاهمين يعني ايه سيلياك ديسيز مثلا، اللي هو مرض الجلوتين، اللي هو باخده مرض القمح الابيض. الناس دي لما بتاكل قمح ابيض كتير بتحس بتعب. اذا انت لو النهارده زودت في اكل الريش بتاعك او اكل المكرونه او اكل الحاجات اللي فيها دقيق ابيض كتير وتعبت، لازم تعرف ساعتها ان هو ده السبب. السؤال هيجي هنا، انا بدات اشك في القمح او اشك في اللبن او اشك في اي حاجه، اعمل ايه يا دكتور؟ اقول لك انا 3 اسابيع توقف القصه دي خالص، لا تاكل ده ولا ده ولا ده، الحاجه اللي انت تعبت منها مش كله. وبعد 3 اسابيع هتيجي تقول لي ريبورت كامل على اللي حصل لك. هل الانتفاخ راح؟ هل الامساك كويس؟ هل الاسهال كويس؟ هل قابليتك للاكل اتحسنت ولا لا؟ لو فعلا امتنعنا عن اكل القمح الابيض فتره طويله مثلا وهو كان السبب، ساعتها هتعرف ان هو ده السبب وهنمتنع عنه بعدها. خلصنا 3 اسابيع وحسينا ان الانتفاخ هدي والدنيا ارتاحت، بس انا لغايه دلوقتي يا دكتور شاكك ان فعلا اللبن هو السبب او القمح هو السبب او اي حاجه انا منعتها هي السبب. هنرجع تاني لللبن مثلا 3 ايام، هناكل نشرب لبن وناكل المنتجات بتاعه لمده 3 ايام ونشوف هل فعلا الانتفاخ رجع تاني؟ هل فعلا صعوبه الهضم رجعت تاني؟ هل فعلا مش قادر ادخل الحمام تاني؟ فهو المتهم الاول والوحيد واللي لازم نخلص منه. لكن لا يا دكتور، تخيل لما رجعت اللبن انا زي ما انا مرتاح. يبقى القمح ممكن، يبقى الفول ممكن، الزيت او ممكن. هو ده حاجه اسمها elimination diet. how to eliminate يعني اشيل الاكل الغير مرغوب فيه اللي كان بيسبب لي اوجاع بدون ما اعمل تحاليل وبدون ما ارجع للدكتور. عباره عن خبره ذاتيه انت بتكتسبها مع نفسك، حبيت اقولها لك عشان خاطر تفهم تعيش حياتك الصح بدون تدخلات طبيه. خليك ناصح وتعلم الصح. ورقه جميله مع قلم حطها جنبك، ايه المشكله يعني؟ نوتس معاك، موبايل ابلكيشن ونوت عليه، كل يوم اكتب انا اكلت النهارده كذا 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 كذا، بكره كذا. تخيل ان يوم السبت لما اكلت ده في اخر الاسبوع اقعد مع نفسك وحاسب، حاسب جهازك الهضمي. لما كلنا يوم السبت وزودنا فيه شويه ملح ولا زودنا فيه شويه جبنه او زودنا فيه شويه قمح، انا تعبت. طب السبت، طب الحد، طب الاثنين، الثلاث. صحيح الموضوع بياخد وقت كبير، لكن صدقني بعد ما الوقت ده بيخلص، حتى لو بعد شهر شهرين، انت عرفت ايه الحاجات اللي بتضر جسمك في كل الانواع الغذائيه والمشروبات حتى، وامتنعت عنها في الاخر. وصلنا لطريق مسدود يا دكتور، جربنا كل حاجه زي ما حضرتك بتقول وبرضه مش عارفين. مشكله احنا نروح نستجيب للنصيحه الطبيه ونبتدي نروح لدكاتره. عندنا شويه تحاليل وحاجات ومناظير، واقدر اقول لك انت عندك حساسيه من كذا ومن كذا ومن كذا. الطريقه اللي انا قلتها لك هي طريقه بدون طبيب وبدون تدخلات من الطبيب. لو لم تستجب للطريقه الطبيعيه احنا موجودين، تعالى شرفنا وهنشوف انت عندك حساسيه من ايه بالظبط وايه اللي بيعمل لك المشاكل، اكتر المشاكل لجهازك الهضمي. ساعات بيكون في اختبارات بسيطه هي اللي بتحدد معاك ايه الحاجه الدقيقه اللي بتخليك للجهاز الهضمي يحصل له ابسيت او ان هو زعلان منك او تعبان. الفكره اللي انتم مش واخدين بالكم منها ان جسمك بيقول لك هو عاوز ايه وعايز يمتنع عن ايه. حاول تسمع له، حاول تفهم وما تغمضش عينك عن الحقائق اللي بتطلع لك من جسمك. عشان جسمك ليه حق عليك لازم تديله حقه.